السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات أهلاوي. وكالعادة قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بركة الله نبدأ بالعناوين. عرض كويتي لضم أفشة بمقابل خيالي، والقندوسي يصعد ضد كولر برسالة إلى أمير توفيق. بعد توقيعه رسميا موعد مشاركة يوسف أيمن مع الأهلي ولغز غريب في الصفقة الجديدة. ضربة موجعة تفسد منافسة بيراميدز على لقب الدوري، ورابطة الأندية تحقق في الواقعة وتفاجئ الأهلي. ميكالي يتمسك بضم ثلاثي الأهلي لقائمة فوق السن في أولمبياد باريس، وكولر يرد. رسميا رابطة الأندية تعلن عقوبة الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي. جلسة بين لجنة التخطيط وكولر لحسم صفقات الأهلي بحضور الخطيب. يزن النعيمات يفسخ تعاقده مع ناديه، وعرض من الأهلي لضمه مجانا. وإليكم التفاصيل. تلقى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر عرض من جانب أحد الأندية الكويتية للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية. وحدد النادي الأهلي شروطه المالية للموافقة على بيعه، إذ طلب الحصول على 750 ألف دولار، وذلك حال انتقال اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ويشترط الأهلي أيضا الحصول على 3 مليون دولار، وذلك حال بيع محمد مجدي أفشة بشكل نهائي للفريق الكويتي الراغب في ضمه. ويفضل مارسيل كولر الاعتماد على إمام عاشور في خط وسط القلعة الحمراء، بينما لا يشارك أفشة بشكل منتظم، وذلك لأسباب فنية. ويتمنى أحمد القندوسي العودة إلى النادي الأهلي من جديد، وارتفعت فرصه خلال الساعات الماضية بشأن البقاء مع القلعة الحمراء. ونقل القندوسي رسالة إلى مارسيل كولر من خلال أمير توفيق مدير التعاقدات، حيث طلب الحصول على فرصته الكاملة مع الفريق. ووجه القندوسي رسالة إلى كولر للتأكيد على أنه لاعب يتواجد في المنتخب الجزائري ويشارك بشكل أساسي، ولذلك ينتظر فرصته الكاملة مع المارد الأحمر. يتواجد يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري في صفوف النادي الأهلي خلال منافسات الموسم الجديد، وذلك بعد حسم كل التفاصيل مع اللاعب. يوسف أيمن وقع لصفوف النادي الأهلي لمدة موسم مع وضع بند شراء في عقده، وكان هناك لغز في الصفقة من خلال وجود تردد في عملية الحصول على خدمات مدافع الدحيل القطري يوسف أيمن أو صرف النظر عن خدماته. يوسف أيمن يشارك مع منتخب قطر ويتواجد في فريق كبير وهو الدحيل القطري، ويملك إمكانيات فنية جيدة، كما أن تواجده مع النادي الأهلي سوف يجعل الفريق الأحمر يملك لاعب أجنبي لديه الجنسية المصرية. سوف يشارك يوسف أيمن مع النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد، وسوف يشارك مع القيد الجديد وليس في الوقت الحالي مع النادي الأهلي خلال المشوار المحلي. وكان هناك تردد شديد من جانب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في مفاوضات ضم يوسف أيمن قبل أن يستقر الرأي على خطوة ضمه. وتعاقد النادي الأهلي مع يوسف أيمن، وذلك بعد أيام من فشل الحصول على خدمات المحترف الجزائري زين الدين بالعيد من صفوف فريق اتحاد العاصمة، حيث انتقل إلى الدوري البلجيكي. أزمة جديدة تظهر على الساحة الرياضية تهدد فريق بيراميدز الذي يعتبر هو المنافس الأول للنادي الأهلي على لقب الدوري في الموسم الحالي. قال محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب في تصريحات تلفزيونية وجود محمد الحنفي حكما لمواجهة فريقه أمام بيراميدز قرار خاطئ. أوضح أن اللائحة تمنعه من التواجد في إدارة المباريات، ولذلك لابد من إعادة المباريات، وقمنا بمراسلة رابطة الأندية والتي سوف تراسل اتحاد الكرة، وننتظر الرد الرسمي قبل التصعيد. وكشف أن إدارة المقاولون العرب تطالب بوجود رد رسمي على قانونية إدارة الحنفي لمباراة المقاولون ضد بيراميدز. وقال المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة في تصريحات تلفزيونية: سوف نبحث شكوى نادي المقاولون العرب بشكل رسمي من جانب الرابطة، ونحن نعمل بشكل احترافي جدا، وسوف يتم الرد على تلك الشكوى بشكل رسمي. حدد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري الثلاثي فوق السن في قائمة الفراعنة قبل خوض أولمبياد باريس 2024. ويرغب ميكالي في ضم إمام عاشور ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الأولمبي.
وهناك رغبة من جانب ميكالي في خطوة ضم حارس مرمى من الأهلي فوق السن، ويدخل ضمن الحسابات محمد الشناوي أو مصطفى شوبير. ويدخل اسم أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك ضمن الأسماء التي يفكر بها ميكالي للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في أولمبياد باريس. وربما يكون هناك تحفظ من جانب النادي الأهلي على خطوة تواجد عناصره في ظل ضغط المباريات المحلية في بطولة الدوري. ويتواجد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة روجير ميكالي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان. ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات منتخب مصر على النحو التالي: الجولة الأولى مصر في مواجهة الدومينيكان على ملعب لابوجوار يوم 24 من يوليو. والجولة الثانية مصر تواجه أوزبكستان على ملعب لابوجوار يوم 27 من يوليو. والجولة الثالثة مصر تواجه إسبانيا على ملعب بوردو يوم 30 من يوليو. وهناك رفض من جانب السويسري مارسيل كولر بشأن فكرة تواجد أي لاعب من القلعة الحمراء في قائمة أولمبياد باريس من فوق السن. ويأتي رفض كولر في ظل ارتباط الفريق الأحمر بكم كبير من المواجهات المحلية المتتالية، وهو ما يمنع الفريق الأحمر من الاستفادة بأهم عناصره في ظل الصراع مع بيراميدز على لقب الدوري. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة 27 من الدوري المصري، والتي كانت تضم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي شهدت انسحاب القلعة البيضاء. وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء الماضي على أرضية استاد القاهرة، إلا أن الأبيض أعلن اعتذاره عن خوض اللقاء بسبب عدم تنفيذ المطالب التي قدمها لرابطة الأندية واتحاد الكرة. وتمسك الزمالك بخوض المباريات المؤجلة من الدور الأول للمسابقة أولا قبل المشاركة في أي مواجهة بالدور الثاني. وسبق أن أصدرت رابطة الأندية قرارات فورية بعد انسحاب الزمالك باحتساب فوز الأهلي بالمباراة 2-0 مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الزمالك في نهاية الدوري. وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والزمالك كالتالي: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه وذلك الانسحاب من المباراة. اعتبار الزمالك مهزوم في هذه المباراة 2-0. خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوم، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لتوضيح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات. وتأتي عقوبات مباراة طلائع الجيش والداخلية: إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة. تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر خلال الساعات القادمة وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي. وتناقش لجنة التخطيط ملف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، وستبلغ كولر بإنهاء عقده بشكل رسمي يوم 30 يونيو رغم تمسك المدرب في ظل عدم وجود لاعبين كثيرين في خط الهجوم. وجاء الملف الثاني أن لجنة التخطيط تتمسك ببقاء قندوسي وترى أنه لاعب هام بعد تألقه مع سيراميكا، والذي يريد استعارته لموسم آخر أو يضمه نهائيا، وسوف يتم حسم الملف مع كولر. كما سيتم حسم ملف كريستو أيضا، خصوصا أنه سينتقل من القيد في فريق الشباب إلى الفريق الأول، ويمتلك عروض محلية من زد وفريق من تونس، كما أن العروض الخليجية من السعودية لنجوم الأهلي الشناوي وتاو وديانج سوف تكون محل مناقشة أيضا بين لجنة التخطيط مع كولر. كشفت تقارير صحفية خارجية عن قيام يزن النعيمات نجم النادي الأهلي القطري بفسخ تعاقده خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن النادي الأهلي المصري تقدم بعرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت مصادر عن قيام الأردني يزن النعيمات بفسخ عقده مع النادي الأهلي من طرف واحد، وذلك بعد قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ $1,000,000. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيان قبل عدة أيام أكد خلاله تمسكه بتجديد عقد النجم الأردني يزن النعيمات، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب قام بفسخ عقده قبل عدة ساعات. وأضاف التقرير: يمتلك يزن النعيمات العديد من العروض الاحترافية من أندية سعودية بالإضافة لعرض من الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري،
إلا أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان يزن النعيمات قد قاد منتخب الأردن لنهائي بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، كما ساهم في تصدر النشامي للمجموعة السابعة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا اليوم، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقات وأخبار أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.